السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أكلات مريم. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بكل ما تمنيتو يا ربي، بجميع الأمنيات باللي فيها الخير، ويقبل منا ومنكم الصيام وجميع الأعمال يا رب. وصفتنا لليوم الفطور جدا بسيط واقتصادي، مع هذا الغلاء هذا اقتصادي وفي متناول الجميع. حريرة كتجي زوينة بزاف وبعجينة وحدة. غادي نحضروا 3 أشكال من المالح والحلو، كيجيو زوينين بزاف وجدا جدا اقتصاديين ورائعين في المذاق. نبداو على بركة الله. في طنجرة ديال الضغط غادي نضيف الحمص. بالنسبه للحمص راه بغيتي تحيدي له القشور، كيبقى على حساب اللي بغيتي. انا هنا ضفتو كامل، ما حيتلوش القشور ديالو. غادي نضيف هنا بصله من الحجم الصغير والمعدنوس حتى هو مقطع، وبصيله مقطعه. ولا بغيتي تضيفي الكرافس كيبقى اختياري. وجوج معالق من الزيت النباتيه، وطريفات ديال اللحم مقطعين، طريفات صغار، كيبقى حتى هو اختياري. الا عندك الا ما عندكش ما تضيفيهمش. بالنسبه للعطريه هنا ملعقه صغيره ممتلئه ديال السكينجبير، الخرقوم حتى هو نصف ملعقه، الابزار نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، وراس المعلقه ديال القرفه حتى هي كتبقى اختياريه، غير انا كنضيفها. الحريره كتختلف كل واحد كيف تيعملها. وملعقه صغيره ديال الملحه. هذا هو القوام ديال الحريره ديالنا. بالنسبه لهاد الحريره كتجي رائعه، كتجي زوينه في المذاق. صافي غادي نكب عليها هنا الماء، وغادي نسد ونخليها طيب واحد 20 دقيقه على من معجنه العجينه ديالنا. ضروري في طنجره ديال الضغط. كيوقع على حساب الحمص، الا عندك كيطيب دغيا. بالنسبه لأنا هاد الحمص دغيا طياب من داك النوع اللي كيكون كبير، راه كاين داك الصغير ما كيطيبش دغيا. صافي غادي نسد ونخلي 25 دقيقه حتى 20 دقيقه هيداك. ردها فوق النار وندوز هنا المطيشه حتى هي غادي نسلقها. عندي 2 حبات من الحجم الكبير الا بغيتيها. بالنسبه للحريره الا كتعجبك حامضه ضيفي حتى 3. انا هنا غير 2 فقط، حيت مازال غادي نضيف مطيشه الحك باش ما تجينيش حامضه كتر من القياس. 2 حبات كفاوني وجات حريره زوينه. غادي نقطعها ونضيف لها الماء ونخليها حتى هي غادي تسلق واحد 5 ديال الدقائق. ندوزو للعجينه. هنا بالنسبه لي انا هنا راه ضفت الدقيق الابيض ودقيق القمح، وغادي نضيف 2 معالق ديال الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، 2 معالق صغار. ونضيف السكر سنيده. الا بغيتي تعوضيه بالعسل، انا هنا العسل عندي ما متوفرش، العسل كيبقى افضل. ضفت هنا 2 معالق حتى هي صغار ديال العسل. ونضيف الملحه، ملعقه تكون ممتلئه صغيره ديال الملحه، كتبقى ديما على حسب الذوق الملحه. وهنا الماء باش غادي نجمع العجينه ديالنا. الماء يكون دافي. كما قلت لكم انا هنا راه عملت الدقيق ديال القمح والدقيق الابيض. الا بغيتي تعملي غير الدقيق ديال الفين وتعوضي في بلاصتو الدقيق القمح، كيبقى على حساب اللي متوفر. انا هنا عندي الدقيق ديال القمح متوفر، هو اللي استعملت. صافي هنا غادي نعجن العجينه ديالنا. انا من الاول كنرخف العجينه باش ما كتاخذليش الوقت في الدليك. العجينه ديالنا العاديه صافي نبدا نجمعها حتى ما يبقاش الدقيق نهائيا، وعاد غادي ندلكها. بالنسبه للدلك ما كتحتاجيش بزاف ديال الدلك، وهاد العجينه يمكن لك تخرجي بها. انا خرجت منها غير الملح والحلو. بالنسبه لك الا بغيتي تخرجي منها بزاف الحوايج، عجينه رائعه كتجي حتى خفيفه. صافي انا غادي ندلكها شويه واحد 2 دقائق هكاك فقط، ما غاديش نزيد لها الماء نهائيا. فهاد ديال العجينه ديالنا من بعد ما دلكتها صافي غادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق فقط. وغادي ندوز باش نحضر المسمنات حلوين هما اللي غادي نحضر. غادي ضروري يدي بالزيت النباتيه. نعملهم هنا انا مسمنه فوق في وسط مسمنه، نعملهم صغارين
باش يجي الشكل ديالهم زوين، وحتى في المذاق كيجيو رائعين. صافينا نحاول نقطع العجينه صغيره باش ملي نطرقهم ما يجوش كبارين. من الافضل ديروا حاجه صغيره باش كتعطي حتى الشكل، حيت مازال غادي يضاعف الحجم ديالهم. صافينا من بعد ما كورتهم او شكلتهم غادي ندوز باش غادي نورقهم. هنا الفاني وخميره ديال الحلويات من فئه 800 غرام، والفينو باش غادي نورق المسمن ديالنا اللي غادي نعمل في الفران، وكيجي كما قلت لكم كيجي رائع. هنا عندي زبده ديال التوريق، خاصه بالتوريق باش كيجيو مورقين اللي ذوبتها. وغادي نبدا نستعمل شويه بالزيت النباتيه باش غادي تطرق لي ديك العجينه، ونبدا نرش شويه بالزبده ونرش داك الخليط ديال الفاني وخميره ديال الحلويات والفينو. الا بغيتي تضيفي حتى شي شويه ديال السكر، انا فضلتي ما يجوني شي حلوين حيت مازال غادي نضيف فوقهم الشكلاط باش ما يجوش حلوين فايتين القياس. ملي كتجي الحاجه مش مالحه وحلوه كيجيو رائعين، والمذاق ديالهم كيجي بحال التبان، كيجي زوين بزاف. صافي نبقى نعمل وحده في وسط وحده، نبقى نعمل وحده الربعه الاولى وعاد ندير الثانيه حتى هي الربعه بنفس الشكل. غادي نقلبها، هذيك اللي طويت من التحت هي اللي غادي نوضعها الفوق باش ما غادي تجيني طويه فوق طويه. صافي غادي نبدا نستمر بهذه الطريقه هذه، نعمل مسمنه في وسط مسمنه حتى نسالي. عملت انا هنا 6 الحبات، الا بغيتي تضاعفي الكميه ضاعفيها، كيبقى على حساب على حساب عدد الاشخاص اللي باغا تعملي نتيا. صافينا نستمر بنفس الطريقه كما قلت لكم حتى نسالي الكميه كامله. ولا بغيتي توضعي من الوسط حتى الشوكولاط وضعيه، او كريم باتيسري، حتى الطريقه كتجي زوينه. انا فضلت ندير حاجه بسيطه وفي متناول الجميع. من بعد ما ساليت غادي نطرقهم ونعملهم في اللاطه ونخليهم 5 ديال الدقائق فقط، وغادي نعملهم في الفران ونقص الفران باش كيجيو مورقين. 5 ديال الدقائق ما تفوتوهاش باش ما تجيناش. انا بغيت غير يجيو مورقين، ما بغيتهمش يجيو خامرين، عليها ما خصكمش تخليوهم يخمروا. 5 ديال الدقائق فقط غادي ديروا المسمنات يطيبوا. بالنسبه للشكل ديالنا الثاني او الوصفه ديالنا الثانيه، هنا عملت خبيزات معمرين عاديين. غادي نقطع العجينه. بالنسبه للخبيزات الحشوه على حساب اللي بغيتي نتيا، انا فضلت انا نعملهم صغيورين حتى هما، كيبقى على حساب عدد الاشخاص. بالنسبه للحشوه هنا انا عندي البصله الخضريه مقطعه، خيزو محكوك، الفلفله قطعتها طريفات صغار، والزعتر كثرته شويه تقريبا 1 معلقه كبيره هيداك ديال الزعتر، والمعدنوس اللي ضروري. وغادي نضيف العطريه نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، الكمون ملعقه تكون ممتلئه صغيره ديال الكمون. بالنسبه للحشوه الا بغيتي توضعي حتى الصدر مقطع كيبقى على حساب اللي بغيتي. وهنا راس المعلقه ديال الخرقوم، والفلفله حمراء اللي ضروريه ملعقه صغيره تكون ديال الفلفله حمراء، والملحه حتى هي نصف ملعقه صغيره. بالنسبه لي هنا انا غادي نوضع 2 معالق ديال الزيت النباتيه. الا بغيتي الحشوه تكتفي بها بهذا القوام هذا اكتفي بها. انا هنا غادي نضيف شويه ديال الشحمه باش كتزيد واحد البنه كتجي زوينه. الا عندك غير الكفته، غير شي شويه الكفته ضيفيها، كيبقى على حساب. هنا عندي الشحمه ديال الكلوه انا ضفت. صافي غادي نحرك الخليط ديالنا، نحركو مزيان باش تدخل ديك العطريه ضروري، ونبدا نشكل في الوصفه ديالنا الثانيه. غادي نبدا نطرق، ضروري كنستعن بشويه بالزيت النباتي باش ما تقطعليش العجينه. هنا نحاول نعاود نحركها بيدي باش العطريه تدخل في الخضره كامله. حتى الا بغيتي تضيفي الخضره القرعه الخضراء حتى هي ضيفيها الا عندك متوفره. صافي نبدا نطرق بهذا الشكل هذا وغادي نحطها على جنب. وبنفس الطريقه غادي ندير الثانيه كما لاحظتوا راه كنطرق مزيان، عاد تنضيف الحشوه ونبدا نجمع باش منين نجي نطرق مره اخرى ما تقطعليش العجينه. من الاول كيكونوا مطرقين
ما كيحتاجوش يتطرق مره اخرى مزيان. صافي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي كميه ديال العجين ديالنا كامله. وغادي نجيب اللاطه اللي غادي ندخل الفرن وغادي نبدا نطرقها. نستعمل شويه ضروري بالزيت النباتيه ونبدا نطرق ونخليه حتى يخمر حتى هو. بالنسبه للخميره غادي نخليه تقريبا واحد نصف ساعه هكاك على من ما خمروا وغادي نطيبهم. صافي هنا غادي ندوز الوصفه ديالنا الثالثه. انا عملت الخبز ديال بانيني، غادي نعملهم، غادي نقطع داكشي اللي بقى لي كامل. وهنا عندي الدقيق الابيض هو فاش غادي نبدا نطرق. بالنسبه للعجينه جاتني هي هذيك، جوج لايف تقريبا ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق ديال القمح. صافي نبدا نعملهم على شكل طولي على شكل باغيت، ضروري بالدقيق بهذا الشكل هذا في الفرص ونحطهم على جنب بهذا الشكل هذا. صافي غادي نعملهم حتى هما في اللاطه ونخليهم يخمروا واحد نصف ساعه. وندوز دابا باش نكمل الحريره. بالنسبه للحريره هنا مطيشه من بعد ما سلقتها وبردات. غادي نجيب مونينيكس وغادي نطحنها على عندك الميكسور كيوقع على حساب اللي متوفر. غادي نطحنها هنا. بالنسبه للمطيشه علاش عملت هكا بالقشور ديالها حتى تزيد حتى هي في اللون. وغادي نصفيها وغادي نحيد ديك الحبيبات اللي كيكونوا ديال المطيشه والقشور ديالها. ضروري المطيشه خصها تصفى باش كتجي حتى الحريره صافيه كيجي اللون ديالها زوين. صافي هنا غادي نجيب الصفايه وغادي نصفيها وانا بملعقه، كنستعن ضروري بواحد الملعقه ونبدا نهبط ديك المطيشه ديالنا كامله. بالنسبه لهادشي اللي بقى انا كيوريت لكم. صافي غادي نسيبو، راه الزريعه هنا تصفات والقشور تصفاو. وغادي نزيد نزيد واحد المعلقه كبيره من الصلصه ديال الطماطم وغادي نحرك مزيان. وعاد غادي نضيفها على الحريره ديالنا. هنا الحريره كطبخ صافي كما لاحظتوا هنا راه طابت. صافي غادي نضيف عليها مطيشه ونحركها ونخليها واحد 15 دقيقه هكاك حتى طيب لنا ديك مطيشه. راه هنا الحمص عندي انا طايب وغادي ندوز نحضر الدقيق. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال الدقيق الابيض وغادي نضيف هنا القزبور. انا القزبور كنضيفه مع الطحين مع الدقيق مونينيكس. كما لاحظتوا هنا القزبور عندي مسبل ووقتو هذا الحريره راه كتبغي القزبور يكون مسبل كتجي زوينه حتى الريحه ديالها حتى في المذاق كيجي رائع. الا بغيتي تشري القزبور شريه مسبل الحريره باش كتجي زوينه في المذاق. صافي هنا طحنت الطحين مع القزبور غادي نطحنهم مزيان وغادي نضيفهم على الحريره. من بعد ما طاوت 15 دقيقه ديك مطيشه غادي نضيفهم هنا. كما لاحظتوا هنا تطبخ الحريره ديالنا غادي نضيف لها داك الدقيق وانا كنحرك. ضروري غادي نضيف لها الدقيق وانا كنحرك الدقيق مع القزبور. هاد الطريقه اللي كنستعمل انا بزاف كما قلت لكم مزيان. ونخليها انا راه مازال ثقيله غادي نزيد لها الماء. الا بغيتي تزيدي الماء طايب زيديه الا عندك. انا زدت غير الماء بارد ونحرك مزيان ونخليها غير طبخ. وعاد غادي نزيد الشعريه اللي ضروري. بالنسبه القوام ديال الحريره الا بغيتيها تجيك ثقيله كيبقى على حساب زيدي الطحين. بغيتيها خفيفه انا بغيتها ما ثقيله ما خفيفه في الوسط كتحسي بها بالمغرف اللي كتهزيها. صافي انا ملي بدات تطبخ غادي نضيف الشعريه وانا كنحرك باش الشعريه راه الا ما حركتيش راه كتهبط لتحت. ضروري تضيفيها وانتي كتحركي تقريبا واحد 2 دقائق هكاك باش الشعريه ما تلصقناش في طنجره ديال الضغط. صافي هنا من بعد غادي نخليها طيب واحد 10 ديال الدقائق هكاك حتى 15 دقيقه ونخليها طيب على خاطرها. وديك ريحه القزبر عاطيه كتجي زوينه بزاف كما لاحظتوا حتى في اللون ديالها جات زوينه. صافي هنا غادي نطفي عليها
وغادي ندوز نحضر الحشوه باش غادي نعمر الخبز ديال البانيني. غادي نقطعنا بصيله من الحجم الصغير، غادي نقطعها طريفات صغارين، وغادي نوضعها غادي نوضع لها شويه ديال الزيت النباتيه، ونوضعها فوق فوق النار حتى تقلى وتهبط ديك البصيله. انا قطعتها طريفات صغارين بهذا الشكل، وغادي نضيف لها الملحه ونخليها واحد 2 دقائق هكاك حتى ل3 ديال الدقائق. من بعد ما هبطات او تقلات غادي نضيف لها هنا، بالنسبه لي انا هنا شريت الفيليتي ديال الدجاج مقطع طريفات بهذا الشكل هذا، هنا مشرملين 10 ديال الدراهم مشرملين. الا بغيتي تجيبي صدر ديال الدجاج ما مشرملش او السوسيط على حساب اللي بغيتي. صافي هنا غادي نشحرهم مع ديك البصله مزيان حتى يتجانسوا، ونخليهم واحد 10 ديال الدقائق مزيان. انا من بعد ما طاب الخبز غادي نحاول نقطعو من الوسط ونبدا نعمر في الحشوه. راه غادي هنا عندي المايونيز، اي صلصه عندك بغيتي تستعمليها، ولا عندك لاصوص انجيريان بقى على حساب اللي بغيتي. غادي نضيف طريفات ديال الصدر ديال الدجاج وشويه ديال البصله، وغادي نضيف الخس والكيسو. بغيتي تضيفيه مطيشه. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه على حساب اللي بغيتي او اللي متوفر. انا الكيسو صافي غادي نعمل الثانيه بنفس الطريقه، ودغيا كيوجد صراحه. الا بغيتي تعملي حتى المايونيز في الدار عملي ليه. صافي نبدا نعمل المايونيز، صلصه المايونيز، وغادي نستمر بالطريقه حتى نسالي الكميه ديالنا كامله ديال السندويتشات ديالنا ديال بانيني. وغادي نجيب الاله ديال بانيني ونعمل فيها سندويتشات حتى يعطيو داك الخطوط، ونحيدهم باش نقدمهم. صافي نستفينا 4 صافي نبرك عليهم بشويه بهذا الشكل هذا، ونخليهم حتى يعطيوني داك الخطيطات ونقدمهم. وندوز دابا للعصير. بالنسبه للعصير هنا انا عندي ضفت اللبن، راه كيجي زوين بزاف صراحه، كيجي رائع واحد العصير. انا اللبن، لا ما بغيتيش ضيفي الحليب كيبقى على حساب اللي بغيتي. وعندي هنا الفريز وقتو هذا، والسكر ديما كيبقى على حساب الذوق. هنا ضفت انا 2 معالق كبار ديال السكر الخاشن. وندير العصير ديالنا غادي طحن فقط فيه اللبن والفريز، كيجي زوين بزاف. غادي نطحن دابا ونقدمو مع الحريره والوصفات اللي وجدت. هذا هو الشكل ديال الوصفات ديالنا اللي وجدت. هذا هو العصير، غادي نخويه في الكيسان باش غادي تشوفوا كيجي زوين بزاف. قدمت لكم طبله بسيطه وسهله وفي متناول الجميع الصراحه، بسيطه مع هاد الغلا الصراحه كل شيء غالي. الله يدير الخير. غادي تشوفوا الحريره كي تجي ثقيله وكتجي زوينه بزاف، والبانيني حتى هو او خبز ديال بانيني كتجي رائع، والخبيزات اللي معمرين بالحشوه كيجيو حتى هما زوينين، والمسمنات بعجينه وحده الصراحه حضرت 3 الاشكال وكيجيو رائعين في المذاق، والعصير حتى هو. نتمنىكم تجربوهم ان شاء الله يا ربي، وخليت لكم الراحه والسعاده، ورمضان مبارك، والله يجازيكم بالخير يا رب، ومع السلامه.